في سنة 2015 اختفوا 3 بنات من الخرطوم بدون أي أثر ولا حتى كلمة وداع. اختفوا البنات ديل وما في زول كان بيعرف عنهم أي حاجة. الأسر مشوا للشرطة والمستشفيات وحتى السفارة التركية اتدخلت في الموضوع. استمر البحث عن البنات ديل أكثر من أسبوع لحد ما وصلت الحقيقة للأسر. البنات أصلا ما كانوا في السودان، البنات ديل قطعوا حدود ما في أي زول كان متوقعها. طيب وين البنات ديل؟ ومنو اللي قدر إنه يقنعهم إنهم يطلعوا برا السودان؟ والسبب شنو أصلا اللي خلاهم يطلعوا؟ وهل الرحلة دي كانت رحلة إيمان فعلا ولا دي كانت واحدة من عمليات غسيل المخ اللي بتحصل الزمن ده؟ طلعوا البنات من السودان في اعتقادهم إنهم ماشيين على طريق النور، لكن ما كانوا عارفين إنهم ماشيين لأكثر بقعة مظلمة في العالم. فتعالوا نشوف مع بعض الحصل شنو ونرجع واحدة واحدة لورا، من جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا للحدود التركية ولقلب الحرب. وتعالوا نشوف كيف مجرد فكرة من ونسة على الفيسبوك ممكن تنتهي بجثث بتتطاير وريحة الموت في كل مكان. السلام عليكم، أنا عزو من عنقريب الحكاوي. في سنة 2014 في الخرطوم وتحديدا في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، المعظم طلابها طبعا بيعتبروا من الناس الحالهم ميسور وأبناء المسؤولين في الدولة. المهم في الجامعة دي بتقرا بنت اسمها تسنيم في كلية الصيدلة. تسنيم معروفة بين صحباتها إنها زولة خيولة وزولة محترمة وزولة هادية شديد. لكن في آخر أيام الناس بدأت تلاحظ إنه تسنيم دي بدأت تتغير، بقت طوالي بتكون قاعدة براها مع نفسها، وبقت حتى ما بتطلع كثير من البيت، وحتى لبسها ذاته يتغير ولبست النقاب. تسنيم حتى القعدات الطلابية اللي كانت بتحبها بقت ما بتقعد فيها. هنا نورة سألتها، ونورة دي واحدة من أقرب صديقات تسنيم. نورة قالت لتسنيم: يا تسنيم مالك بقيتي ما بتقعدي معانا؟ لكن تسنيم قالت لها: لا ما في حاجة، كل الحكاية إن أنا الأيام دي بس مشغولة شوية، بفضى كده وبرجع أقعد معاكم. تسنيم في الوقت ده كانت داخلة في جروب على الفيسبوك. الجروب ده فيه شباب بيتكلموا عن قضايا الأمة وعن الخلافة وعن نصرة المؤمنين. وفي البداية تسنيم كانت بتخش بتقرأ التعليقات وبتشوف المنشورات وبتطلع عليه كده، لكن شوية شوية بدأت تسنيم تتفاعل وتتناقش في الجروب، ومع الوقت تسنيم بدأت تتأثر بالمواضيع اللي بتتنشر في الجروب. الناس اللي كانوا مسؤولين عن الجروب ده ما كانوا مجرد أشخاص عاديين، لا دي الناس كانوا بيعرفوا كيف يختاروا المواضيع اللي بتلمس وجدان الواحد وتحرك مشاعره، وكانوا بيقدروا يختاروا ضحاياهم بدقة. وتسنيم كانت واحدة من ضمن الناس اللي اختاروهم المرة دي. تسنيم كانت بتحس بنوع من الذنب وهي بتقرأ في التعليقات اللي بيكون مكتوب فيها: أين الأمة الإسلامية من الذي يحدث في المسلمين؟ أين الشباب؟ هلموا لنصرة الإسلام. في الوقت ده في الجامعة الناس بدأت تلاحظ إنه في كم واحدة غير تسنيم بدأت تتغير وبنفس الطريقة اللي تغيرت بها تسنيم. ومن ضمن البنات ديل بنت كانت اسمها صافي ناس دي كانت بالدبلوماسي معروف في وزارة الخارجية، زولة جميلة بتلبس ملابس أنيقة وراقية وعندها سواق كل يوم بيجيب الجامعة وبرجع البيت. صافي ناس كانت إنسانة ملتزمة ودائما بتلقاها قاعدة في المحاضرات الدينية اللي بتكون في الجامعة، لكن فجأة الناس بدأت تلاحظ إنها اتغيرت، ودائما كانت بتتكلم عن الظلم اللي بيحصل على المسلمين وعن الدول المحتاجة لوقفة ودعم حقيقي. صافي ناس كانت أول ما بتخلص المحاضرات بتطلع من الجامعة وبتمشي تلاقي تسنيم في كيفتيريا كانت جنب الجامعة. كانوا دائما بيتكلموا عن الحريب وعن الخراب وعن الموت اللي بيحصل في سوريا. وكانت مرة كده بتقعد معاهم بنت تانية اسمها مي دي من أسرة بسيطة كده ومحافظة، بنت ذكية شديد ومجتهدة جدا في دراستها، ودائما كانت بتحكي عن أحلامها وعن طموحاتها وإنها في يوم من الأيام حيكون لها اسم في المجتمع. مي وتسنيم وصافي ناس استمروا فترة وهم قريبين من بعض، وكانوا لازم يجتمعوا مرة أو مرتين في الأسبوع، لكن في كل مرة كان بتلاقوا فيها كانت المواضيع بيناتهم بتكبر وكانت بتزيد خطورة، لحد ما وصلنا شهر فبراير سنة 2015. هنا انتشرت أخبار في الصحف إنه في شباب سافروا تركيا لكن اختفوا وفي ظروف غامضة، والناس ما كانت مصدقة الموضوع، لكن وزارة الخارجية أكدت إنها هي متابعة الموضوع بنفسها.
لكن بعد كده ما في زول عرف الحصل شنو. تسنيم لقت الخبر ده وهي بتتصفح في تلفونها آخر الليل، وفي نفس اللحظة دي وصلت رسالة في التليجرام. الرسالة كانت الكلام اللي فيها ما مفهوم، مكتوب فيها حاجة زي إنه الوقت المناسب، أخواتك سبقوك للجهاد، لا تتأخري في نصرة الإسلام. هنا تسنيم قلبها بقى يدق بشدة، فطوالي شالت التلفون وكتبت رسالة لصافي. قالت لصافي في الرسالة: خلاص يا صافي، الباب اتفتح، نحن لازم نتحرك عشان نثبت صدق النية. وبعد دقايق جاها الرد من صافي وقالت لها: أنا جاهزة. في الجامعة هناك كل الناس بدأت تلاحظ للتغير اللي حصل على الثلاثة بنات ديل، لدرجة إنه في دكتور في الجامعة مشى للمشرف وكلمه بالموضوع. قال لي: شوف، في 3 بنات كده شكلهم ما طبيعي، تلقاهم دايما قاعدين براهم بيتكلموا براها وشكلهم كده وراهم حاجة. لكن المشرف ما اشتغل بالموضوع شديد وشاف إنهم بنات مجتهدات ومركزات في دروسهم، بس يمكن مكبرين الموضوع شوية. في الفترة ديك في الجامعة كان في زول بيظهر كل فترة. الزول ده الناس بيقولوا له الشيخ علي. الشيخ علي ده راجل في عمر 40 سنة كده، بيلبس جلاليب دايما وبيتكلم باللغة العربية الفصحى. المهم الشيخ علي ده دايما بيجي الجامعة وبيعمل محاضرات دينية بيتكلم فيها عن الإسلام وعن الجهاد الحقيقي. والثلاثة بنات كانوا دايما حضور في محاضرات الشيخ علي، والعبارات اللي كان بيتكلم بها الشيخ علي كانت كافية إنها تحرك مشاعر أي إنسان مسلم. وفي مارس سنة 2015 صافي سافرت زيارة هي وأسرتها لدبي، وهناك صافي اشترت لها لابتوب. لكن الجهاز اللي اشترته صافي ده ما كان عشان الجامعة ولا كان عشان الدراسة. صافي اشترت الجهاز ده عشان تقدر تدخل به لمنتديات مشبوهة كانت بتخص التنظيم. وفي يوم من الأيام تواصلت مع واحد اسمه أبو مصعب السوداني. أبو مصعب السوداني ده قال لها إنه بيقدر يساعدها في إنها توصل للحدود التركية. مجرد ما صافي وصلت على مطار الخرطوم، أول حاجة عملتها اتصلت بتسنيم ومي وقالت لهم إنه أنا خلاص عرفت لكم الطريق بوين. وهنا البنات بدوا يحسوا بخوف شديد، خصوصا مي، فطوالي قالت لهم: يا بنات هوي، الشيء اللي بنعمل فيه ده ما في داعي نكمل فيه، أنا قلبي ما مطمن. بس في الوقت ده تسنيم كانت بتفكر في حتة تانية، وقالت لي: مي يا مي، نحن كلنا حنموت، لكن الفرق إنه حنموت كيف وحنكون قدمنا شنو قبل ما نموت. ومن اللحظة دي الأحداث بدأت تمشي بسرعة مخيفة، رسائل كل يوم، أسماء مشفرة، حتى البنات بقوا عارفين إنهم كيف حيطلعوا من المطار ومنو اللي حيقابلهم في تركيا ومنو هم الأخوات اللي حيوصلوهم لحد الحدود. نهاية شهر 4 في الخرطوم أسر البنات بدوا يلاحظوا تغير في بناتهم، وإنه تصرفاتهم كلها بقت متغيرة. تسنيم لاحظت إنه تسنيم طول الوقت بتصلي، ومجرد ما تخلص صلاة كانت بتقعد تقرأ قرآن وهي بتبكي. فأم حاولت تسأل عشان تعرف الحاصل شنو، لكن تسنيم قالت لها: ما في أي حاجة يا أمي، حسيت إني مقصرة مع ربنا وعايزة أقرب منه أكتر. في الناحية التانية مي هناك كانت خايفة، وحتى إنها بدأت تتراجع عن قرار، خصوصا بعد ما شافت فيديوهات عن الحرب في التلفون. لكن صافي قدرت إنها تقنعها. وفي بداية شهر مايو 2015 اتلاقوا ال3 بنات ديل وقعدوا يرتبوا كل حاجة كان حيعملوها البنات ديل مكتوبة في ورقة باللغة العربية واللغة الإنجليزية. تسنيم كانت قاعدة بتوصف لصافي ومي على خريطة مخطوطة في الترابيزة، وقالت لهم إنه من هنا حنقدر ندخل للشام. صافي ردت عليها بحماس وقالت لها: أكيد، وما في رجعة بعد كده. وفي الوقت داك ما في زول كان عارف إنه في شقة من شقق الخرطوم قاعدين 3 بنات بيخططوا لرحلة اتفتحت بعدها واحدة من أغرب القضايا المرت على السودان في الوقت داك. في يوم 19 يوليو 2015 الساعة كانت 2:30 بعد منتصف الليل، قعدوا ال3 بنات ديل في صالة شقة، وجم كل واحدة شنطتها وجواز السفر وحتى التذاكر. تسنيم كانت بترتب في شنطتها وظاهر عليها الاستعجال. صافي بدأت تمسح الرسائل وسجل المكالمات من تلفونها. مي كانت قاعدة في طرف الكنبة وهي بتبكي. قالت لهم: يا بنات، والله أنا حاسة إنه الموضوع ده فيه شيء غلط، تعالوا عليكم والله ننسى الفكرة دي نهاية ونتراجع. تسنيم قالت لها: أنت عارفة الغلط شنو يا مي؟ الغلط إننا لحد هسي بنتكلم وفي ناس هناك بتموت محتاجة لنا. صافي قالت لي: يا مي بعدين يا مي، نحن ما ماشيين نحارب، نحن ماشيين نساعد وبس، وربنا أنعم علينا بنعمة التعليم وقرينا طب عشان نساعد المحتاجين. سكتت مي بدون ما تقول ولا كلمة، لكن جواها كان كلام كتير ما في أي زول حيقدر يفهمه. في اللحظة دي وصلت رسالة من أبو مصعب السوداني،
وأبو مصعب ده كان مرتب كل حاجة في الأيام الفاتت، لأنه كان هو الزول المسؤول من التجنيد والإغناء في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام. قاعد يرسل في رموز وفي أسماء مشفرة وفي جمل تحس إنه فيها الغاز كده. فالمهم أبو مصعب ده كان قال لهم إنهم يتحركوا على المطار، وهناك حيلاقوا واحد اسمه الخال ده كان وقتها في بداية الأربعينات من عمره، بيشتغل في شركة طيران محلية، وكان بطريقة ما بيقدر يمرر المسافرين بدون ما يتم التدقيق فيهم. طبعا كان بياخد أجر عليه كده. وبما إنه صافي كانت من عائلة غنية فكانت قايمة بمعظم الأمور المالية. صافي كمان حولت مبلغ $3000 على أساس إنها تكاليف دراسة في الخارج، لكن القروش دي عن طريق مكتب حوالات في السوق العربي مشت لزول مجهول الهوية. وهنا نوصل ليوم السفر، رحلة طيران على الخطوط التركية متحركة من الخرطوم لإسطنبول. السبب الظاهري للرحلة دراسة قصيرة أو مؤتمر طبي، لكن طبعا الحقيقة ما كانت كده. زي الساعة 3 صباحا وصلت تسنيم مطار الخرطوم، زولة هادئة لابسة عباية ونقاب أسود وشايلة شنطة صغيرة في ظهرها، وفي يدها اليمين شايلة جواز سفر بريطاني لأنها كانت عايشة في لندن قبل كده. فأول حاجة سأل لها الضابط أنت طالبة؟ فردت تسنيم بكل صيغة أيوة طالبة، فختم لها الجوازات ومرت. بعدها دخلت صافي وشايلة جواز سفر دبلوماسي، وده طبعا ما في نقطة تفتيش حتقدر توقفها. وبعدها جات مي وخلصت إجراءاتها ومرت. فأول ما دخلوا الصالة شافوا الخال مستنيهم، ابتسم لهم ابتسامة وقال لهم الطيور الثلاثة ردوا عليه والبنات في أعلى العش مع المغيب. ابتسم الخال ابتسامة خفيفة وقال لهم ادوني الجوازات وتعالوا وراي، حنطلع من البوابة الخلفية عشان ما بزول يفتشكم. وفعلا ادوه الجوازات وتحركوا. بس قبل ما يركبوا الطيارة مي هنا وقفت بدأت تبكي وقالت لي تسنيم يا تسنيم تعالي نرجع، والله لسه الوقت ما فات. تسنيم هنا مسكتها من يدها وبعدها ركبوا الطيارة كلهم. ركبوا الثلاثة جنب بعض، الجو كان بارد، الضوء في الطيارة ما كان شديد، ومي لا قادرة توقف دموعها ولا يدها اللي بترجف من الخوف. وتسنيم كانت بتعاين بالشباك كأنها بتودع الخرطوم للمرة الأخيرة، بس بدون ما تقول أي حاجة. وفي اللحظة دي أقلعت الطيارة من مطار الخرطوم. بعدها بيوم وصل بلاغ لمركز الشرطة من أسر البنات بعد ما مشوا الجامعة وسألوا عنهم، لكن ما في زول كان عارف عنهم أي حاجة. نزلوا البنات هناك في مطار اسطنبول زي الساعة 10 صباحا. قعدوا البنات الثلاثة في الصالة منتظرين واحد من المفروض إنه يسوقهم ويوديهم لباقي المجموعة، وما كانوا عارفين إنه الوقت داك الشرطة التركية بتراقب مجموعة كبيرة من طلاب الطب، خصوصا الجايين من السودان، لأنه في أكثر من 12 طالب سوداني غادروا بنفس الطريقة دي وفي الشهور الفاتت ويختفوا وفي ظروف غامضة. في الوقت ده وأثناء البنات قاعدين جاهم زول تركي سلم عليهم وساقهم معه، ركبوا عربية صغيرة وتحركوا، وبعد حوالي ساعة وصلوا لشقة صغيرة في ضواحي اسطنبول. الشقة كانت مليانة شباب وبنات من جنسيات مختلفة، مصريين، تونسيين، جزائريين وحتى سودانيين، وكلهم كانوا بيتكلموا عن الخلافة والنصرة، وكلهم منتظرين أوامر السفر للحدود السورية. هنا تسنيم حست روحها وصلت مكانها، وسريع سريع اندمجت في المكان. مي وشها كان باهت ظاهر عليها الخوف والتعب لأنها من التوتر والقلق ما قدرت تاكل حاجة لحد هسي. في الخرطوم هناك لسه الدنيا كانت مولعة، والرأي العام والصحافة بدوا يتكلموا عن اختفاء 3 بنات من جامعة العلوم الطبية في ظروف غامضة، وفي ناس كانت بتتكلم عن إنهم سافروا تركيا. الصحف الوقت داك ما كانت بتكتب غير عن اختراق داعش للسودان، وطبعا حصلت حالة من الرعب وسط الخرطوم وخصوصا في الجامعات السودانية. فرجال المباحث بدوا تحقيق واستجوبوا ضباط الجوازات، خصوصا بعد ما عرفوا إنه صافي مرت بدون ختم رسمي باستخدام جواز دبلوماسي، وطبعا ده كان موضوع ما بسيط. في الوقت ده في تركيا كانت الساعة 3 صباحا، وأثناء ما البنات نايمين دخل عليهم الزول التركي وصحاهم وقال لهم اجهزوا لأنه حنتحرك بعد شوية. لبسوا ملابسهم وركبوا في عربية متوجهة لمدينة اسمها غازي عنتاب، ودي أقرب نقطة للحدود السورية. وكل شوية البنات كانوا بيقربوا من قلب الحرب ومن مصير ما في أي زول فيهم كان متخيله.
الطريق بين اسطنبول وغازي عنتاب طويل شديد، أكتر من 10 ساعات بالعربية. الجو كان هادي، تسنيم بتعاين بالشباك وبتتفرج في المدن اللي بيجوا مارين بيها. مي كانت بتقرا في قرآن وهي لسه بترجف. صافي ناس كانت ماسكة تلفونها بتقرا في الرسائل الجاياها من أبو مصعب السوداني، وقرأت في واحدة من الرسائل: حتوصلوا الحدود، بتذكروا إنه ربنا معاكم، ما تقلقوا، صح الطريق طويل وصعب لكن الأجر عظيم جدا. وحوالي الساعة 4 فجر وصلوا البنات لمنطقة، وكانت منطقة حدودية شبه مهجورة. المكان كله كان أشجار وغبار، أضواء بسيطة جاية من بعيد، ودي كانت نقاط تفتيش الحكومة التركية. نزلوا مزول السايق عربية واستلم البنات واحد سوري وقال لهم: انتوا من هنا حتمشوا على رجولكم، لكن الطريق ما طويل، حتقطعوا الجبل داك وبعدها حتلاقوا في ناس منتظرينكم. في اللحظة دي قالت مي بخوف شديد: ديل ناس منو المنتظرين ديل؟ ابتسم الراجل وقال لها: لا ما تخافي، ديل أخوانكم ومجاهدين زيكم في الله. الدنيا كانت ظلام وصوت الكلاب كان جاي من بعيد. اتحركوا البنات الثلاثة، وكان الشاب السوري ماشي قدامهم بسرعة وقال لهم إنهم لازم يسرعوا لأنه المنطقة دي فيها ناس الجيش. تسنيم كانت بتمشي بسرعة وكانت جواها لهفة إنها تصل المكان بأسرع وقت. مي كانت كل شوية تقعد في الأرض وتبكي وتقول لهم إنها ما قادرة تمشي ودايرة ترجع السودان، لكن صافي ناس كانت دائما بتمسك يدها وبتحاول إنها تطمنها. وفجأة أثناء ما هم ماشيين سمعوا صوت طيران من بعيد، وبعد شوية سمعوا أصوات انفجارات لكن كانت من بعيد. تسنيم هنا وقفت وقالت لهم: دي الحرب. السوري ضحك وقال: لا دي مجرد البداية. وبعدها واصلوا طريقهم لحد ما وصلوا لبيت صغير كده من الطين. دخلوا البيت لقوا فيه مجموعة من النساء كلهم لابسين النقاب، جزء منهم كان بيتكلم عربي والباقين كانت لكنتهم مختلفة. واحدة منهم وكانت مغربية قالت لهم: الحمد لله على سلامتكم، انتوا حاليا في أرض الخلافة. في الوقت ده دخلت عليهم بنت شامية وقالت لهم: ادوني اسماءكم كاملة وادوني الجوازات. شالت الجوازات وبعد كده كل واحدة فيهم ادوها اسم جديد. تسنيم بقت اسمها أم مريم، وصافي ناس بقى اسمها أم عائشة، ومي بقى اسمها أم صفوان. المرة دي قالت لهم: من اللحظة دي تنسوا الماضي، انتوا بقيتوا من نساء الدولة، ودي دولة الإسلام. مي هنا رفعت راسها وقالت لهم: لكن أنا ما جيت عشان أحارب. قالوا لنا نحن حنشتغل في مستشفى. هنا المرة ضحكت وقالت: لا كلنا بدينا في مستشفى، انتهى بين الحال في أرض المعركة. تسنيم رغم إنها كانت ساكتة ولكن لأول مرة تبدأ تحس بالخوف الحقيقي. الحاجة اللي كانت مجرد صورة في الإنترنت بقت واقع معاش، والمكان حولها كله بقى ريحته دم ورصاص. المهم بعد يومين نقلوهم لمدينة الرقة، والرقة دي كانت عاصمة التنظيم الوقت داك، عاصمة نصها مدمر والنص التاني أسلحة ومدافع ونقاط تفتيش في كل حتة. البنات ديل نزلوا في بيت اسمه دار الأخوات، حاجة قريبة للداخلية، مكان بيتكون من كم غرفة صغيرة وكل غرفة بكون فيها 3 أو 4 بنات من جنسيات مختلفة. تسنيم في غرفتها كانت معاها بنت تونسية اسمها أم خديجة، وأم خديجة دائما كانت بتحكي لتسنيم عن الخلافة ونصرة الأمة، وتسنيم كانت مبهورة شديد بالكلام اللي بتسمعه، لحد ما في يوم تسنيم تشوف قدامها جثة ولأول مرة. في الوقت داك كان في غصف قريب من دار الأخوات، فجابوا لهم واحدة مصابة ورجلها مكسورة. تسنيم وقفت متجمدة وهي بتشوف المنظر ده قدامها، والشامية بقت تكورك لها: يا أم مريم تعالي وساعدينا، يا أم مريم تعالي وساعدينا. تسنيم بدأت تمد يدها وهي بترجف ومسكت فوطة وبقت تمسح في الدم من جسم المرأة. في اللحظة دي المرأة كانت بتتألم ألم شديد لحد ما فارقت الحياة بين يد تسنيم. وهنا تسنيم بدأت تبكي وعرفت إنها ما في حرب مقدسة، لا أبسط وصف كان بيتقال على المكان اللي فيه البنات حاليا إنه الجحيم الحقيقي. في الليلة دي نفسها جات المسؤولة من دار الأخوات واسمها أم سارة العراقية. أم سارة مرة صارمة جدا بتتكلم بكل صيغة. دخلت عليهم وقالت لهم: يا أخوات، انتوا حاليا من نساء الدولة، اللي بتقدر تشتغل في المستشفى تشتغل، واللي بتقدر تقري الأطفال تعمل كده، والزواج من المجاهدين عبادة، فكروا في الموضوع ده. مي كانت الوحيدة اللي وقفت في الوقت داك وقالت: لا يا أم سارة، لكن نحن ما جينا هنا عشان نتزوج. ابتسمت أم سارة وقالت لها: انت ما بتعرف الجهاد، المرة هنا بتنجب المجاهدين وبتربي الجيل الجديد. البنات الثلاثة كان في مجتمع مقفول ومسلح، كل حاجة في المكان ده بالأوامر والسلاح. صافي ناس يمكن أكتر واحدة كانت فيهم متماسكة لحد هسي، فقالت لهم سارة:
أنا دارسة طب وبقدر أساعد المصابين. مسرة قالت لا تمام، بكرة الصباح هننقلك لمستشفى. ودي كانت أول لحظة يفترقوا فيها البنات من أول ما طلعوا من الخرطوم في الليلة دي. صافي ناس انتقلت للمستشفى وتسنيم بقت قاعدة في دار الأخوات، ومي كانت منهارة جدا، كل اللي بتعمله بس إنها بتبكي. في السودان هناك كان كل زول بيقول لأسر البنات قصة مختلفة. الحكومة التركية بلغت الخارجية السودانية إنه البنات ما لهم أي أثر في تركيا، واحتمال كبير إنهم يكونوا قطعوا الحدود ودخلوا سوريا. وفي سوريا الأيام الأولى كانت على البنات زي الجحيم، القصف كان ما بيقيف ولا دقيقة، أصوات الرصاص والمدافع في كل حتة. تسنيم شافت أم وطفلها بيموتوا قدامه، وهناك في مرة بتصرخ عشان فقدت راجلها. هنا تسنيم سألت نفسها لأول مرة نحن جابني هنا شنو؟ وليه المكان ده كله دم؟ مرت أيام وتسنيم ما كانت لاقي إجابة لكل الأسئلة في راسها. وفي يوم دخلت عليها أم خديجة التونسية وقالت لا يا أم مريم الشيخ داير يقابلك. طبعا تسنيم هنا خافت وقالت لا داير شنو الشيخ؟ المرة قالت لا قال إنه داير يتزوجك. تسنيم قالت لا بس أنا ما جيت هنا عشان أتزوج. فأم خديجة هنا عينت لها مسافة وقالت لا أنت عارفة إنك بتذكريني بنفسي زمان، ومشت وخلت عليه كده. في اللحظة دي تسنيم انهارت وبقت تبكي، ولأول مرة تعترف بأنه اللي عمله ده أكبر غلطة في حياته. ورغم شافوا كل البنات لكن لحد هسي ما كانت في واحدة فيهم عارفة إنه الجاي حيكون كعب كتير. ومرة أكتر من شهر وهم قاعدين في المكان ده. تسنيم بقت عارفة المنطقة وشوارع المدينة، وحتى صوت القصف والمدافع بقى عندهم من تفاصيل اليوم. لكن من جوا كانت فيها حاجة اتغيرت. كل الكلام اللي كانت بتشوفه على الانترنت عن نصرة الأمة وأرض النقاء ما كان إلا قناع لواقع كله مليان خوف وناس مقهورة حايمة في الشوارع بالأسلحة. تسنيم كانت بتشتغل في مركز ميداني صغير، مكان كده صغير وأدواته بسيطة، والإصابات اللي كانت بتجيهم أكتر بكتير من اللي بيقدروا يتعاملوا معاه. في يوم جابوا لهم بيت صغيرة وشها كان محروق. المرة السورية قالت لها إنه التحالف قصف بيتهم. هنا تسنيم بدأت تواسي في الطفلة وبدأت تفهم إنه الصورة اللي كانت مرفوعة لنصرة الإسلام مجرد شعارات ما أكتر. في الوقت ده كان صافي ناس في المستشفى التابع للتنظيم، كانت زولة شاطرة وبتمسك معظم الحالات الصعبة اللي بتجي المستشفى. الناس كلهم كانوا شايفين إنها زولة هاد أو ما بتتكلم كتير وما كان بيظهر عليها الخوف أبدا. هنا بدأت صافي ناس تبقى قريبة من القائد المسؤول عن القطاع الطبي. القائد ده كان اسمه أبو حارس العراقي، راجل كده بتظهر عليه القوة وعنده نظرات حادة وكان قليل جدا ما يبتسم. جاها يوم وقال لها سمعت إنك زولة ممتازة وشاطرة جدا في شغلك، لكن الأهم من الشغل هو الولاء التام، والشيخ الكبير طالب إنه يتم تزويجك لأحد المجاهدين. في دار الأخوات هناك مي كانت في قمة انهيارها وما كانت بتقول حاجة غير إنها دايرة ترجع السودان. بس للأسف في الطريق ده الرجعة شبه مستحيلة، وما كان بتقدر تطلع من هنا إلا بشروط محددة من ضمنهم الموت. استمر الوضع كده لفترة لحد ما جاء اليوم المي قررت إنها تهرب فيه من المكان ده. استغلت الوقت ده إنه كان في قصف في المنطقة وطلعت من البيت وجرت، بس للأسف ما قدرت تمشي مكان بعيد، قدروا يقبضوها وجابوها الدار بعد ساعتين مربطة ومليانة غبار. هنا جمعوا كل البنات في البيت، وأم سارة العراقية دخلت عليها وهي شايلة عصاية في يدها، وبدت أم سارة تكورك في مي وتضرب فيها لحد ما الدم بدأ ينزل من جسمها. وقالت لباقي البنات أي واحدة تفكر تهرب مصيرها حيكون زيها. تسنيم وصافي ناس كانوا بعينوا لمي بس بدون ما يقدروا يعملوا أي حاجة غير إنهم يبكوا. مي دخلت في حالة صدمة وبقت ما بتتكلم مع زول لحد ما في يوم جات أوامر جديدة. الأوامر كانت إنهم حيوزعوا كل البنات الشغالين في المراكز والمستشفيات لجبهات جديدة. تسنيم نقلوها لمدينة تانية، والمدينة دي كانت منطقة حرب حقيقية. الجثث والخراب على طول الطريق، عربات محروقة ورجال ملثمين في كل حتة. وصلت تسنيم المخيم الطبي وبقت مسؤولة عن كمية كبيرة من الجرحى. واحد من المصابين ديل وهو بيتألم قال لها والله يا أختي أنا ما كنت قايل روحي جاي هنا. قالت له كيف يعني ما كنت قايل روحك جاي هنا؟ قال لا والله غسلوا لي مخي وساقوني وراهم وجيت ما لقيت إلا الموت. تسنيم هنا دموعها بدأت تنزل وكأنها بتسمع في قصتها، لكن الراوي كان زول تاني.
صافي ناس كانت قاعدة في الرقة، وصافي ناس فعلا بدأت تتغير، بقى عندها نوع من السلطة، بتلبس عبايات أنيقة دايما، بتكون دايما ماشية بين الناس بثقة، والكانوا بينادوها بالطبيبة أم عائشة. القيادات كانوا بيعتمدوا على أم عائشة في كل حاجة، كبيرة كانت أو صغيرة، وكمان كان مدينها صلاحيات أكتر من غيرها. في يوم جاها أبو الحارس وقال لها إنه الشيخ الكبير اتوفى في غارة وتكون مجلس جديد وأنا في المجلس، وعايزك تكوني معانا عشان تساعدينا في تطوير المستشفى، وصراحة كمان أنا محتاج إنك تكوني قريبة مني. هنا قامت صافيناز وقالت لأبو الحارس إنه أنا هنا للشغل الطبي ما أكتر. فأبو الحارس الكلام ده ما عجبه، وقعد صافيناز بقى يسبب خطورة. تاني يوم من الكلام ده صافيناز جاءت رسالة من تحت الباب. لما فتحت الرسالة لقت مكتوب فيها ما تثق بأي زول، وفي طريقة واحدة للهروب من المكان ده. فطوالي قامت بسرعة وجرت فتحت الباب، لكن ما قدرت تشوف أي زول. وهنا صافيناز بدأت تحس بالخوف الحقيقي، وبقت ما بتثق في أي زول ما عدا واحدة شامية كده في منطقة اسمها دير الزور، ودي كانت بتساعد اللاجئين في المنطقة. والمرة دي اسمها أم ليان، وقالت لها عن طريق وسيط بيناتهم إنها بتقدر ترجع لها تركيا، لكن الطريق ده صعب وفيه خطورة، عشان كده قرارك لازم يكون نهائي. صافيناز وقتها ما ردت عليها، لكن أول مرة تفكر في فكرة الهروب بجدية. تسنيم هناك كانت لسه قاعدة في خيمة في نص المخيم الطبي بين الجرحى والمصابين، وأكتر حاجة أثرت في تسنيم لما جابوا جثة طفلة صغيرة. فتسنيم سألتهم دي منو الطفلة دي؟ فقالوا لها دي بنت مرتدة ونحن قتلناها. هنا تسنيم انفجرت وبقت تكورك وتقول لهم حرام عليكم يا أخ، ده طفلة كيف عملتوا كده؟ اللي بتعملوا فيه ده ما دين، انتوا ناس مجرمين. هنا طبعا مسكوا تسنيم في نفس اللحظة وساقوها للتحقيق واتهموها بالتشكيك في الدولة، وبعدها جاتهم سارة وساقتها وحبسوها في غرفة صغيرة. ما كانت عارفة هي وين، لكن كانت بتسمع أصوات ضرب ونسوان بتصرخ، فعرفت إنه في كتير ما سكتوا عن اللي بيحصل ويتعرضوا لنفس المصير. ومرت الأسابيع وطلعت تسنيم، لكن جواها حاجة مكسورة مستحيل تتصلح في يوم من الأيام. تسنيم بقت ما عندها أي إيمان، لا بخلافة مزيفة ولا بجهاد ولا بأي وعود من الوعود اللي كانت بتسمعها قبل كده. كل الحاجة اللي بقت بتفكر فيها تسنيم إنها ترجع السودان بأي طريقة. في الوقت ده في مدينة الرقة صافيناز كان اتخذت القرار ورسلت رسالة لأم ليان، فقالت لها أنا جاهزة. وجاها الرد بعد يومين كان مكتوب فيه إنه في مساعدات إنسانية مودينها للحدود بكرة قبل الفجر، شيلي هويتك وعملي إنك ممرضة معاهم. فهنا صافيناز بقت تحس بخوف وقلبها بقى يدق بسرعة، لأنه كانت عارفة إنه خطة الهروب لو فشلت الحاجة دي بتعني الموت، لكن رغم كده ده كان الحل الوحيد. لكن مي هناك كانت فقدت أي أمل للحياة، ما كانت بتتكلم مع أي زول، دايما كانت بتكون قاعدة في ركن الغرفة وهي بتبكي. وفي يوم من الأيام في صاروخ وقع قريب من الحتة اللي كانت فيهم، والمكان شبه اتدمر، والصراخ بقى جاي من أي حتة، والدخان كان ما بيخلي أي زول يشوف القدامه. لحد الأمور ما هدت وبدأ الوضع يرجع لطبيعته، لقوا مي مرمية تحت الحطام، لكن كانت جثة. تسنيم ما عرفت بموت مي إلا بعد أيام، وما كان في يدها غير إنها تبكي، وهي بتقول كانت دائما بتقول لنا إنها راجعة، بس عمري ما تخيلت إنها حترجع وما حاشوفها تاني. في الرقة هناك صافينات لبست العباية والنقاب ودخلت نص النسوان المتوجهين للحدود. الليل كان هناك مخيف شديد، ما بتسمع حاجة غير أصوات الرصاص وصوت الطائرات الجاي من بعيد. ودي الليلة اللي كانت متحركة فيها صافينات من الرقة متجهة للحدود. الخطة كانت إنها حتتظاهر بإنها ممرضة من الفريق الطبي طالعين بإذن رسمي متجهين لمستشفى ميداني في الحدود الشمالية، وهناك وفي منطقة محددة ليان عندها زول حيقابل صافيناز يسوق لحد الحدود التركية ببطاقة مزورة مكتوب عليها دكتورة عائشة الصادق. وطبعا صافيناز كانت من جواها خايفة خوف شديد، لأنه إذا اتمسكت معناها حكمت على نفسها بالإعدام. في اللحظة الواقفة فيها صافيناز قدام الدفار عشان تركب وتتحرك على الحدود، جاها واحد من العساكر وسألها ماشية على وين. صافيناز ردت بكل صيغة ماشية على المستشفى اللي في الحدود، عاين لها كده من تحت لفوق وقال لها اطلعي العربية. وركبت صافيناز وسط النسوان وتحركت العربية. الشارع كان طويل شديد وما في زولة كانت بتتكلم مع التانية، كل واحدة كانت قاعدة وهي سرحانة في عالم بعيد مرسوم في خيالها، عالم بعيد عن صوت المدافع وريحة الدم
المالية كل حتة في المكان ده. وفجأة العربية وقفت. السواق قال لهم بلغة عربية ركيكة: تفتيش. هنا صافي ناس حست بخوف شديد، خصوصا وهي بدأت تشوف إنه العساكر بدوا يطلعوا العربية فوق وبدوا يفتشوا في هويات الركاب. وفعلا وصل واحد من العساكر جنبها وقال لها: أوراقك. ادته صافناز أوراقها، عين لها كده وقال لها: جاي من وين؟ صافناز قالت له: جاي من الرقة وماشي على مستشفى الحدود شغالة هناك. فالعسكري عاين للورقة ورجعها له، وبعدها نزل وتحركت العربية. بعد كم ساعة السواق وقف في نقطة معينة وبدأ يكورك: اسمها عايشة الصادق، تنزل تساعد في نقل المصابين تحت. فطوالي قام الصافناز من محلها سريع سريع، نزلت من العربية، لقت في عسكري واقف مستنيها تحت، مشت وراه وجسمها كله بريف. لمحت صافناز عربية صغيرة واقفة من بعيد تابعة لواحدة من المنظمات، فتحوا لها الباب وسريع سريع ركبت صافناز وتحركت العربية بسرعة لحد ما اختفت. بعد كم يوم تسنيم هناك كانت شبه مسجونة، لأنه الموضوع اللي حصل في الرقة خلى التنظيم يغير طريقة التعامل مع النساء، وكان لا مسموح لزولة تطلع برا ولا حتى تتكلم مع زول أجنبي. بس تسنيم من جوا كانت عازمة إنها ترجع، وكانت بتحاول بأي طريقة، لدرجة إنها بدأت تكتب رسائل وتحاول إنها ترسلها على أمل إنها توصل للعالم الخارجي. لحد ما في يوم جابوا لها مرة جديدة في المخيم. في الأول كانت شغالة في منظمة طبية قبل ما يمسكوها التنظيم. المرة دي اسمها هند العراقية. هند قالت لي تسنيم إنها سمعت إنه في ناس في الرقة بيهربوا الناس لحد الحدود التركية. فهنا تسنيم طوالي سألتها: كيف أقدر أوصل للناس دي؟ هنا قالت لها: عن طريق الرسائل، لكن الطريقة دي خطيرة، لأن الرسالة لو وقعت في يد أي زول غلط معناها إعدام. هنا تسنيم ما كان قدامها أي خيار غير إنها تتعلق بآخر قشة، وفعلا بدأت تكتب رسائل وتخطها في علب الأدوية اللي كانت بتطلع في اللغاسة. تسنيم ما كانت متأكدة إنه هل الرسائل حتصل أو لا، بس ده كان آخر أمل قدامها. صافناز في الوقت داك كان وصلت تركيا ودخلت مدينة غازي عنتاب، واستقبلتها مرة من جمعية اللغاسة السورية، وكأنه صافناز اتولدت من جديد. فما كان قدامها شيء غير إنها تقعد في الأرض وتبكي، وكأنها بتحاول تغسل عيونها من كل الحاجات الشافتها دي. صافناز كانت بتقول للمرأة: أنا صدقتهم وكنت متخيلة نفسي بعمل حاجة لوجه الله تعالى. المرأة قالت لها: أنت مهلولة يا بنتي، والمشكلة إنك ما حتكون الأخيرة. داعش بتعرف كويس تلعب بالعقول، وخاصة عقول البنات. بعدها بأسبوع تواصلت السفارة السودانية مع المنظمة وتم استلام صافناز رسميا. رجعت بعدها بطيارة خاصة للسودان بدون ما يعرف الإعلام والرأي العام. تسنيم هناك الوضع عندها كان سيء جدا جدا. في نهاية سنة 2016 بدأ القصف الأمريكي يضرب مناطق دير الزور، والناس بدأت تهرب، والتنظيم بدأ يتفكك، والفوضى بقت في كل مكان. وفي ليلة من الليالي انضرب المعسكر اللي كانت قاعدة فيه تسنيم، والمكان اتحول لفوضى. هنا قدرت تسنيم معاها مجموعة من البنات إنهم يهربوا اتجاه البحر. تسنيم كانت بتجري والقصف جنبها شغال، والجثث كانت بتتطاير، وفي اللحظة دي وقع صاروخ قريب منها. وبعد أيام صحت تسنيم وهي في مستشفى ميداني تابع للقوات التركية. كانت عندها إصابات في وشها ورجلها كانت مكسورة. تسنيم لما صحت ما كانت عارفة هي وين، لكن فجأة سمعت واحدة بتقول: البت دي واحدة من أسيرات داعش. بدأت تسنيم هنا تبكي وتقول لهم: والله أنا ما منهم، أنا كنت مجرد ضحية. وفعلا بعد التحريات والتحقيق عرفوا قصتها وتم تسليمها لمنظمة إنسانية، ومن هناك ودوها تركيا. وبعد شهور من العلاج الجسدي والنفسي تواصلت مع السفارة السودانية ورجعت للخرطوم في منتصف سنة 2017. بس ما كانت نفس تسنيم طلعت من مطار الخرطوم اليوم داك. في سنة 2018 نشرت صحيفة بريطانية مقابلة معاهم كانت بعنوان الطالبة السودانية التي خدعت باسم الجهاد. في المقابلة دي تسنيم حكت كل حاجة، من بداية تجنيدها عبر الانترنت لحد فقدانها لصديقتها مي، والمواقف الصعبة اللي مروا بها، وكيف انه الخلافة طلعت مجرد خدعة غشوا بها كثير من الناس. القصة دي كانت واحدة من القصص اللي حركت الرأي العام السوداني، حتى بعدها الحكومة أعلنت عن حملات توعوية في الجامعات. اتقابلوا صافنات وتسنيم بعد سنوات من الحادثة، بس ما كان معاهم مي ولا كانوا متوجهين على المطار. من بين 12 طالب سوداني غادروا لداعش سنة 2015 ما رجع منهم إلا 5 طلاب، وكان من ضمنهم تسنيم وصافناس. فيا ربي شنو المصير اللي لقوه الباقين. لو وصلت معي لحد هنا
فما تنسي انك تعمل اعجاب بالفيديو وتشترك معي في القناة، دعم وتشجيع منك عشان أواصل. لحد ما ألقاكم في قصة تانية، أبقوا عافية.